بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجة مهمة جامد، حاجة سهلة وبسيطة وبسعر كويس وبنستخدمها كلنا في تربية الحمام، ألا وهو الخل. الخل يا جماعة، الخل العادي، خل الأكل اللي بتشتريه من السوبر ماركت وموجود في أي بيت من بيوتنا. الخل بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة خالص وحاجة طبيعية بتعمل على شوية فوائد كده هنتكلموا عليها. من فوائد الخل، الخل مطهر عام لجوف الحمام. يعني الخل بيخش من الجوف للحصلة للمعدة، فهو مطهر عام قاتل الطفيليات وقاتل البكتيريا. الخل بيعمل برضو على عملية إزالة الدهون بالنسبة للنتايات اللي قطع بيض. واحد يقول لي ايه، انا عندي النتاية قطع بيض. قبل ما تجرب الأدوية حاول تجرب الخل الأول، لأن الخل بيعمل على إزالة الدهون والشحوم اللي حوالين المبيض. لو حضرتك بتأكل عيش أو بتأكل علف، بيتكون على مبيض الحمامة نسبة تكيسات دهنية بتمنع من عملية التبويض، بيعمل انقطاع البيض. فالخل برضو بيزيل نسبة الشحوم أو الدهون اللي هي موجودة على المبيض. الخل برضو سبحان الله طارد للسموم من الكبد والكلى. لو انت حضرتك بتدي دهون، لو حضرتك بتدي ادويه، بيمسك الخل بيعمل على عمليه ازاله بواقي الادويه ديت، السموم اللي اتراكمت في الكلى واتراكمت في الكبد. يبقى هو بيعمل كمضاد سموم. يعني حتى اكتر الادويه اللي بيشغلوها الجماعه بتوع الفراخ او بتوع الحمام بتحتوي على الخل. فالخل مركب طبيعي بيعمل على ازاله السموم من الكلى، يعني بيستخدم منظف للكبد وغسيل كلوي. الخل كمان بيساعد معاك في الاسهالات، يعني الخل كمان بيظبط الاسهالات عندك. لو عندك اسهال اخضر مثلا او اسهال بني، بيعمل على تظبيط الاسهال وازاله الانتفاخات بالنسبه للحمام. من فوائد الخل برضو ان الخل مقوي عام. مقوي عام ازاي؟ بيرفع من مناعه الحمام، فدي حاجه. الخل كمان بيساعد في عملية الهضم، يعني الخل بيخلي عملية الهضم سهلة وبيساعد فيها وبيسرع فيها، فبيساعد في عملية الهضم. من استخدامات الخل برضو حضرتك لو رشيت الخل على جسم الحمامة من بره على الريش، لو حضرتك عندك دبان في الحمام أو سوس في الحمام، فالخل ريحته بتعمل على طرد الحشرات وبتعمل على طرد على طرد دبان الحمام وسوس الحمام. طيب هنستخدمه ازاي؟ بص حضراتكم، الخل اللي موجود في السوبر ماركت بتبص على النسبة بتاعته حوالي 5%. يعني نسبة الخل، ازازة الخل اللي معايا دي انا شايل من عليها بس الورقة بتاعتها ورقة الشركة، عشان يعني ايه ما اقولش على نوع معين، هو اي خل. بس حضرتك تبص على النسبة اللي بتبقى مكتوبة على الورقة ديت، بتبقى نسبة 5%. يعني ايه 5%؟ يعني 5% خل. هو الخل ده خل قصب، اسمه خل القصب، غير خل التفاح، ده خل القصب العادي. بيبقى نسبة الخل 5% ونسبة المية 95%. فلو النسبة دي 5%، حضرتك بتستخدمه ازاي؟ بتستخدم 20 سنتي على لتر المية. بتشد من الازازة دي 20 سنتي تحطهم على لتر المية وتشرب منهم الحمام. طب انا لو مش عارف اعاير ال 20 سنتي، اعايرهم ازاي؟ كوباية الشاي يا جماعة، كوباية الشاي الوسط اللي هي ايه، مش المج، الكوباية الوسط اللي هي قد كده في معيار ايدي دي حوالي 20 سم. بتعبي الكوباية ديت خل وتحطها على لتر المية وتشرب منها الحمام. الخل كمان بيعمل في عملية كويسة قوي وهي لما الحمام بيبدأ يلبي الزغاليل. يعني الحمام بيدي الحمام بيدي للزغاليل اللبا اللي هو الاكل البدائي المهضوم الاولاني. لو في نسبة بكتيريا، لو انت مدي الخل للحمام ان شاء الله هتاخد اللبا ده معقم. الناس اللي الزغاليل بتموت عندها، بتموت الزغاليل في العمر الصغير، بتموت الزغاليل بعد 3 ايام، بعد 5 ايام. لو اديت خل للاهالي، اتاكد ان الحمامه الكبيره الاب والام خدت نسبه خل في الاكل، فالخل عمل عمليه تعقيم للبا اللي دخل جوه الحمامه الزغلول. يبقى حضرتك برضو بتعقم الاكل بتاعك اللي داخل للزغاليل. دي حاجه بسيطه وحاجه بسعر زي ازازه الخل دي، ما يعني تقريبا بتعمل 10 جنيه. بنحاولوا ايه الناس اللي هي ايه، الناس المفلسه اللي مش عارف يجيب مضاد سموم، ممكن يستخدم الخل ان شاء الله هيظبط معاك الاداء. طب استخدامه 3 ايام كل شهر. يعني حاول تستخدم 3 ايام في الدوره بتاعتك كل شهر. حط خل
ان شاء الله ربنا هيكرمك، هتلاقي ربنا بعد عنك حاجات كتير وامراض كتير، والحمام ظبط معاك. ده كان فيديو بسيط وسهل عن الخل واستخدامات الخل. انا عارف ان انتوا نسيتوا تحطوا لايك، انا بحاول افكركم تحطوا لايك، وحاول تشترك في القناه لو عايز تستفاد اي معلومه، وحاول لو انت عندك معلومه عايز تضيفها لنا او عايز يعني نتواصل مع بعض، اكتب لنا تعليق. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله.